ازيك يا مهندس؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. حبيبي عشان مش هسلم سلام الرسميات بعد اذنك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. منورني يا مهندس. نورك. انا علاء ياسين ومين معايا؟ منورني يا مهندس. نورك علاء. اول سؤال بحب اساله عشان الناس تبقى عارفه مين معايا. ايه اخر كام كلاينت انت اشتغلت معاهم كجرافيك ديزاينر؟ عايز اعرف اساميهم بس. اشتغلت على ماكدونالدز شيفروليه اوكي. واتصالات. طلعت حاجات لماكدونالدز وشيفروليه واتصالات، بيلبوردات وحاجات اونلاين وهكذا. بالظبط. اوكي. انت بتشتغل في مالتي ناشونال ادفرتايزنج ايجنسي اف بي 7 بالظبط. جرافيك ديزاينر. بالظبط. انا اللي يهمني ان انا اعرف احنا جينا هنا ازاي، فعايز نبتدي منين؟ تحب انا اسالك وانت تخش ولا انت عايز تحكي لي؟ ماشي، اسالني انت. ماشي. بص يا سيدي، انا اكتر سؤال بيدور في بالي بصراحه كل ما بفكر ان انا هقعد معاك، ايه اول حاجه انت فاكرها في الكارير بتاعك؟ يعني انت بدات شغل ايه؟ اول شغل اشتغلته اصلا؟ اشتغلت على اتصالات. اوكي، ده جرافيك ديزاينر. بالظبط. الكلام ده امتى؟ بعد ما اتنقلت على طول 2020. اوكي. طيب عشان الناس تفهم، انت بدات من الاول خالص شغل، اول شغل في حياتك خالص كنت في ثانوي تقريبا، صح؟ بالظبط. اوكي. ده كان فين؟ كان في اف بي 7. اوكي. بس انا كنت عامل نظافه. اوكي. الكلام ده امتى؟ 2008 مثلا؟ ساعتها وانا في ثانوي كنت بروح في الاجازه بتاعه المدارس. 2008 ده من 15 سنه. بالظبط. وبعدها ب 10 سنين، ب 11 سنه منصور بيشتغل على اتصالات كجرافيك ديزاينر. لا انا لما كنت بروح في الاجازه عامل نظافه. لما جيت بقى خلصت الثانوي كده رحت اوفيس بوي. اوكي. فقعدت في اف بي 7 10 سنين اوفيس بوي. 10 سنين. اوكي. وبعد كده اتنقلت بقى من اوفيس بوي، بقيت في البي تي ال. النقله دي انت بالنسبه لك حصلت ازاي؟ يعني ايه اللي انت عملته عشان نيجي هنا؟ يعني انا لما كنت بودي المشاريب للناس. عجبني الشغل وعجبني التفكير والكلام ده. وانا اصلا كنت في الدراسه كنت شاطر جدا، فحصلت عندي ظروف. هو انا بعد الثانوي دخلت معهد فن صناعي، فده مؤهل لهندسه. اوكي. فانت ثانوي بعد كده معهد فني صناعي، والمفروض الخطه بعدها هندسه. فطلعت كان في ظروف عندي يعني. اوكي. فما كملتش. فساعتها بقى رحت اف بي 7 اشتغلت اوفيس بوي. في نص الفتره اشتريت لابتوب. اوكي. ابتديت اعمل حاجات وانا يعني ما كنتش اعرف اي حاجه عن الشغلانه. ابتديت بقى ان انا اسال دي برامج ايه وبتعملوا ايه. وفضلت على كده لحد ما حد في الشركه عمل لي جهاز مخصوص اصلا ليا. وابتديت اللي انا اشتغل في البوفيه، اخلص 6 7 المغرب، افضل قاعد بقى على الجهاز لحد 4 5 الفجر. انت متواجد في الشركه طول اليوم؟ فمتواجد في الشركه 24 ساعه. فانت قاعد في الشركه، عايش هناك؟ قاعد. الصبح شغال اوفيس بوي، بالليل بتدرب يعني. بتتدرب جرافيك ديزاين؟ بالظبط. وما خدتش كورسات يعني عامه. اوكي. يعني انت واللابتوب والتجربه. بالظبط. اوكي. فيعني كنت ساعتها كان التوتوريال موجود، كان تقريبا معظمه انجلش، فانا اللغه عندي ما يعتبر ما فيش. كنت بجيب زي نوت بوك كده اكتب فيها، يعني مثلا لو فيديو توتوريال دقيقتين انا بفهمه في ساعتين. انا عايز اوصل هو انت بتقول ايه، يعني مش فاهم. لحد ما بوصل وبعرف هو بيعمل ايه وبنفذ اللي هو بيعمله لحد ما اتعلمت. اوكي. لحد بقى ما جت الحمد لله النقله. ودي حصلت ازاي بقى؟ حصلت انت كان معاك اللابتوب وبتشتغل بعد اوقات العمل بص انا لما جبت اللابتوب قعدت فتره بيه لحد اما كنسلت الموضوع. فجيت بقى في 2019 عمل له جهاز بقى اللي هو ده منصور هتشتغل عليه بالزبط. تجرب موضوع الجرافيك ديزاين وانت لسه الصبح عادي اوفيس بوي. بالظبط. ابتديت بقى مشيت من الحته ديت لحد ما نزلت لي الترقيه.
وترقيت بصراحه. يعني معظم الناس في اف بي 7، هو انا مش ببالغ، انت تحس ان انت في بيتك. يعني انا كموظف هناك، هو انا في بيتي، انا بعمل عايش حياتي. هو خد بالك، ما هو برضو النقله اللي انت بتقولها من ان انا بشتغل الصبح اوفيس بوي وبمرن نفسي على الجرافيك ديزاين، ده اصلا انجاز لوحده. النقله بتاعت ان انا هروح من ده الى ان انا هبقى جرافيك ديزاينر في اف بي 7 اللي هي مالتي ناشونال ادفرتايزنج ايجنسي، دي مش هيعملها الا حد شاطر جدا ومجتهد جدا وشركه عندها القابليه لده. فهو يمكن حوار ان انت بتحس زي ما انت بتقول ان انا في بيتي، هو ده اللي فتح لك الباب ده. بس انا شايف انه انت كده كده كمنصور انت كنت هتعرف تفتح لنفسك السكه دي في اي حته، يمكن كانت هتاخد وقت اطول. تاخد وقت اطول. متفق معاك ان اكيد الوجود في اف بي 7 هو اداك الزقه الزياده يعني. بالظبط. بس طب خليني، لو حد ما يعرفكش خالص، خليني نحاول نعرف الناس من الاول. انت لما بتيجي تتكلم مع نفسك كمنصور، ايه الاسم اللي بتقوله؟ لان انت اكتر حد بشوفه بيتقال له اسماء مختلفه. يعني انا بقول لك يا منص، كل حد بيقول لك حاجه. انت ايه الاسم اللي انت بتريليت ليه كمنصور؟ وايه الاسم اللي انت بتحبه؟ اللي هو لما بفكر مع نفسي كده اللي هو هنعمل ايه؟ منص. صح؟ طب الحمد لله انا بقول لك الاسم اللي انت بتحبه. هو ملوش حل تاني بصراحه. طب انا لو قلت لك انت توصف لنا منص ده، هتقول لنا ايه لحد ما يعرفوش خالص؟ هتوصفه ازاي؟ كفي الشغل يعني، وشفت ايه كإنسان وكفي الشغل. هو انا بصراحه يعني النقله ديت قبل ما اتنقل انا تعبت جدا. يعني انت بتقول 10 سنين لا شغال. يعني سيبك من 10 سنين، هم السنتين اللي انا اتعلمت فيهم مع نفسي اصلا. تعبت جدا. هو انا ما كنتش بنام، كنت على طول بتعب وعلى طول بروح للدكتور. فاللي هو انت يعني انت الصبح شغال وبالليل شغال، فما فيش وقت هو انا كنت شغال وانا في البوفيه. هو في عندي في الدور اللي انا فيه في اكتر من 40 موظف. 40 واحد دول يعني كل شويه اكل شرب، انت بتمشي، انت هو بتحرق. طبيعه الشغلانه انت ما بتقعدش اصلا. ما بتقعدش. فلما باجي اقعد بقى هو جسمي بيريح، بس غصب عني لا. لازم انا افوق نفسي. بس عشان وكان في بقى تحديات بيني وبين نفسي يعني. حاجات صراع داخلي بيني وبين نفسي ومحدش يعرفه طبعا. لا لازم أنا اوصل طبعا بفضل من ربنا. يعني هي مش يعني انا شايف اللي هي مش شطاره مني اكتر ما هي توفيق ربنا. ان ربنا لو مش رايد، انت لو عملت ايه؟ انت لو اشتريت يعني لو فتحت شركه مع نفسك، هو لا طبعا. بس هو برضو تعالى نتفق انه توفيق ربنا بيجي بالاجتهاد للي يستاهل. بالظبط. انت بتقول لي انا قعدت سنتين، والسنتين دول جوه 10 سنين انت بتشتغلهم في نفس الشركه، كل يوم بتيجي الشركه من 10 ل 6، في سنتين كاملين انت شبه مقيم في الشركه. انا باجي الصبح اعمل شغلي، اخلص الساعه 6، ابتدي اعلم نفسي شغل تاني عشان ابتدي اشتغل فيه. فده بالنسبه لي هو السؤال اللي ببقى عايز اساله لك، هو ليه؟ يعني ايه الدافع اللي خلاك تحس لا انا حلو ده، انا عايز اعمله، انا عايز ابقى هناك؟ فاهم قصدي؟ يمكن من كلامك انا حاسس ان انت عندك الميزه اللي انا بشوفها ميزه في الانسان، ان هو ما بيبقاش مرتاح مكانه، هو دايما انا عايز اروح قدام. فهل انت دي الحاجه اللي حسيت انه هو ده اللي خلاني اعمل الحته الزياده ان انا اتعلم ديزاين؟ انا يعني انا اصلا يعني كان حلمي ان انا اخش هندسه. اوكي. واكمل تعليمي، فما كملتش. فنشوف بقى هي الحته دي هتوديني فين. فانت عشان انت من الاول كنت عايز تكمل في الهندسه او عايز تعمل حاجه في المنطقه دي بالظبط، فكان ده بالنسبه لك البديل الامثل ان انا هروح من ده لده. ماشي. بعدين انا وانا شغال اصلا في البوفيه قبل ما اتدرب، هو انا كنت بخلص شغل بروح انام، اللي هو ما بتعملش اي حاجه، ما بتفكرش في اي حاجه، مش شاغل دماغك باي حاجه. فتعالى نتعب سنتين 3 ونشوف، والله جت يبقى كرم من ربنا، ما جاتش برضه كرم من ربنا، هو مش رايد لك تبقى في الحته دي. ايوه. بس فانا بصراحه الفتره دي تعبت جدا يعني، جدا دي اللي يعني هو
لا، هو محدش هيحسها غير عشان عشتها. طب ايه اصعب لحظه في الفتره دي بالنسبه لك؟ قبل ما ينزل الميل بقى وانت خلاص اتنقلت. قبل ما تبقى رسميا اتنقلت، ان انت بقيت رسميا قبلها بتشتغل بأسبوعين. جرافيك ديزاينر في اف بي 7. قبلها باسبوعين اوكي. انا مش هكمل وانا مش قادر عشان انا مم. تعبت، وعايز بقى اجازه سنه انام محدش يصحيني عشان افصل، عشان عمال بتتعب ومش عشان- لاقي نتيجه. عشان ارجع بقى جسمي يبقى طبيعي، عشان كنت تعبان جدا. ده بجد ضغط عصبي وذهني وكل حاجه. بس لحد ما كلمت حد في الشركه، طب لا ربنا يسهل واصبر وبتاع. انا ما كنتش اصلا متوقع ان انا هتنقل يعني من هنا لهنا. وسبحان الله بعد اليأس باسبوعين بالظبط. جت النقله. بالظبط. وكان ايه الاحساس بقى بتاعها ساعتها؟ هو انا قعدت اكتر من 4 شهور وانا حاسس ان ايه، في حلم او حد، يعني مش مصدق الموضوع. ليه؟ عشان انا معيش لغه، معيش شهاده، معيش اي حاجه. ودي شركه مالتي ناشونال، فمش هينفع. انا في دماغي انا راسم كده وعارف لا. بس ما انت طلع معاك الاهم، فاهم قصدي؟ بالظبط. يعني طلع معاك الموهبه والاجتهاد، ودول اعتقد هينجحوا اي حد في اي حته. يعني سواء ايا كان المقاومات اللي انت بتقولها دي كلها حاجات ممكن تكتسب، بس ان البني ادم يبقى عنده ان هو يعمل ده كل يوم، هي دي اصعب حاجه. وبرضه عايز اسالك، انت دلوقتي بعد اليوم ده، يعني احنا اتكلمنا على اوحش لحظه وعلى احلى لحظه. احلى لحظه هونت اوحش لحظه؟ يعني دلوقتي بالنسبه لك الموضوع لو رجع بيك الزمن هعملها زي ما عملتها؟ مش هتغير حاجه، يمكن تعملها بدري. وانا بصراحه ان انا حاسس هو انا لسه ما عملتش حاجه. لسه عايز تروح في حتت ابعد، اللي هو بالبلدي كده عايز اوصل ليفل الوحش. اللي هو طب انت ايه الحاجه اللي في كاريرك شايف ان انت لو عملتها احس ان انا يعني دلوقتي بشتغل ماستر فيجوال، بشتغل على جيف، بشتغل على سوشيال ميديا. عايز بقى يعني مثلا الحاجات ديت نقول مثلا 70-80% شاطر فيهم، فعايز اكملهم 100%. اوكي. واخش على البراندنج 100%. اوكي. ابقى بفهم في كل حاجه. اوكي. وبعرف كل حاجه. حلو ان انت اللي عايز تعمله غير هو كده تطور. بالظبط. غير كده يعني هحس ان انا ما عملتش حاجه. ده بجد انا ما عملتش اي حاجه وما حققتش اي حاجه. طب هسألك سؤال انا نفسي اعرف اجابته منك، انا صراحه بسأله ناس كتير بس انت بالذات عايز اعرفه. انت لو قابلت منصور في اول يوم دخل فيه اف بي 7 بتاع من 15 سنه، هتقول له 3 حاجات بس، 3 نصايح بس، هتقول له ايه؟ اعمل اللي انت بتحبه واجتهد على نفسك اكتر، وخلي حمولك كلها على الله. اوكي. اعمل اللي انت بتحبه واتعب على نفسك اكتر وخليها على الله. بس. اعتقد هم دول فعلا ال3 حاجات اللي انت بتقوله ده كله بيروح لهم في الاخر. بالظبط. يعني ده اللي انت كنت بتعمله، ان انت كل مره بتحس يعني انت بتقول لي انا حسيت اني عايز ابطل مثلا، بس انت بطلتش. لو كنت بطلت ما كنتش بعدها باسبوعين هيجي لك الميل اللي نقل الحياه النقله المعينه. ومفيش اصلا حد كان يتوقع ان انا يحصل النقله دي. اعتقد انت نفسك كمان ما كنتش مقتنع يعني، مش في دماغي. انا اخري هروح مكان بره اتعلم 2-3 وارجع اف بي 7. اوكي. بس اللي انا عملته من ساعه ما اتنقلت شهر 10 الجاي هيبقى بقالي 4 سنين منقول. اللي انا عملته في الفتره ديت هو معظم الناس ما عملتوش في الفتره دي. انما من ساعه ما اتنقلت حرفيا جمعه وسبت انا مش بفصل. انت حاسس ان انت كذا حد يعني حتى مديري يعني افصل عشان هتتعب. لا. ايوه. انا لما احس ان انا هتعب هفصل، بس انا ما بفصلش حرفيا. انا ما بفصلش. انا 24 ساعه اللابتوب على رجلي، اذاكر، اعمل حاجه كده. اوكي. ان انا حاليا داخل في 33 سنه. اوكي.
ايه بقى، فانا عايز اكمل مشوار. اوكي، انت شايف ايه النهايه؟ يعني ايه الحته اللي انت لو وصلت لها احس انا تمام؟ لان انا بالنسبه لي انت في حته في ناس كتير قوي بالنسبه لها حلم. بالظبط ان انا ادخل اصلا اف بي 7. ده حلم. انا قابلت ناس كده على فكره. بالظبط. انا قابلت ناس كده حرفيا اعرفهم، هو كان حلم واحنا معديين قدام الشركه ان احنا نشتغل هنا. انا شخصيا يعني انا شخصيا بالنسبه لي انا اف بي 7 انا الحمد لله ربنا كرمني اشتغلت فيها فتره، بس ما قبلها لا، هو انا نفسي اف بي 7 ياخدوني حتى اتمرن شهر، مش هشتغل 4 سنين. بس يعني بصراحه هو يعني النجاح اللي انا حققته هو اولا ربنا، ثانيا انا شايف كده، اولا ربنا، ثانيا الناس اللي ساعدتني وقفت جنبي، ثالثا انا. غير كده كنت هتعب جدا. يعني عشان اجي اقعد القعده ديت معاك هو قدامي مثلا 10 سنين تاني. طيب احنا اتكلمنا عن الكارير كتير، فتعالى نتكلم عن اللي جاي بقى. انا سالتك لو قابلت منصور من 15 سنه هتقول له ايه؟ قلت لي 3 نصايح. لو قابلت منصور بقى كمان 20 سنه تساله 3 حاجات بس، تحب تساله ايه؟ بما ان احنا رايحين في المستقبل المشرق دلوقتي وبقى له 4 سنين في اف بي 7. مش عارف بصراحه. هتساله مثلا عملت ايه في الكارير؟ ممكن. انت ايه اللي انت حاسس ان انت عايز كمان 20 سنه تبقى عملته؟ هو بصراحه انا حاسس 20 سنه ديت هي دي في علم الغيب. 20 سنه دي انت هيبقى عندك كام سنه؟ 53. طب تعالى نقلص السؤال شويه عشان ما يبقاش في علم الغيب قوي. لو قابلت منصور كمان 5 سنين يعني 38 سنه هتساله عن 3 حاجات بس عملهم ولا لا، او عمل ايه فيهم؟ تساله على ايه؟ عن نفس ال3 نصايح اللي انا قلت له عليهم. اوكي. وهقول له صدقتني ولا لا. صدقتني ولا لا؟ صح طبعا. انه كل هاي نفس ال3 حاجات اللي سالتها له وهو صغير. بالظبط. ان انت خليت على الله ولا لا، واجتهدت ولا لا، بالظبط. وكملت مذاكره ولا لا. فلو كان عمل ال3 حاجات دول هو كان هيبقى في حته كويسه، ولو ما عملهمش هو انا نصحتك. شايف انه لو عمل الحاجات دي هيبقى مبسوط. بالظبط. طب انت بالنسبه لك ايه اكتر وقت بتحس فيه ان انت مبسوط؟ لما بشتغل على بريف وبتقبرف، يعني بحس ان انا فخور بنفسي بصراحه، يعني ان انا عملت حاجات هو حرفيا وانا عارف ومتاكد ان مفيش حد عملها. وفي ناس، يعني ناس كتير خايفه تاخد التجربه دي. وبعدين هو اللي انا وصلت له ده اصلا الانجليزي بتاعي هو راح في داهيه، فانا لو معايا لغه هو انا اضرب بقى دبل اللي انا فيه دلوقتي. هيفرق معايا جدا في المذاكره. يعني انا لحد دلوقتي برضه بتفرج، هو في ناس مصريين بيعملوا توتوريال بس اكيد مش بنفس كميه ولا خبره. بالظبط. الناس بتوع بره. بالظبط. برضه بعاني. بس انت يعني انت رغم ده انت انتقلت من ان انا بشوف ناس بتعمل البرنامج اللي انا ما اعرفش اسمه ده في كام سنه الى اني بشتغل بالبرنامج ده وبطلع شغل لاكبر اسماء في مصر. بالظبط. في شركه من اكبر شركات الاعلانات في مصر. فاهم قصدي؟ وبعدين كمان عملت شغل وبعته ده السنه اللي فاتت. كنت اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده، illustration. عملت illustration. بالظبط. اوكي. وبعته كايرو بولز. ان هو بيختار، انت في ناس كتير جدا بتبعت شغل هو بيختار اوكي ايه اللي هو ياخده وايه اللي ما ياخدوش، وشغلك اتاخد. فالحمد لله شغلي اتاخد ودلوقتي بيتباع في كايرو بولز. انت وريتني الحاجات دي صح؟ وريتها لك. اوكي. حاجات كانت حلوه قوي. كانت ورحت دي الحاجات اللي انت عاملها بقى اللي هي شخصيه شغل انا بقى. بالظبط. مش اللي هو عامله لكلاينت او حاجه، ده انا الارت او الفن بتاعي بقى. بالظبط. اوكي. ورحت المعرض هل دي احلى لحظه لحد دلوقتي في لا في الكارير بتاعك؟ خالص. طب ايه احلى لحظه؟ هو اللي انا عايز اوصل له اللي هو زي ما بيقولوا في الارت عامه ليفل الوحش. يعني انت بالنسبه لك احلى لحظه في كاريرك لسه ما جاتش. هي لسه اللي انا عايز اروح. بالظبط. اللي هي ان انت تتطور في الارت بتاعك وتتطور في البراندنج وفي الانيميشن كل حاجه، في كل الحاجات دي. كل حاجه. انا شايف ان انت بتاخد خطوات كبيره تجاه ده. مش عارف انت مدرك ده ولا لا؟ بالظبط. طب انت بتحس بلحظات فخر كده ولا مش مدرك ده؟
انا مش حاسس بده، بس الناس محسساني بده، بس انا مش عارف يعني. وبحمد ربنا على دي على فكره، اللي هو لو عندي الاحساس ده اصلا انا همشي بقى فانا هقع بسرعه. فالحمد لله ربنا مديني الحته اللي هو انا ما عملتش حاجه. ده بجد. فاهم قصدك. يعني انا ما عملتش اي حاجه. بس انا يعني انا بحس ان برضو مهم ان انت تبقى مدرك انت فين، عشانك انت برضو. ما هو انا عشان دخلت المطبخ وبقيت اطلع شغل، فانا مش حاسس، انما اللي بره حاسس. ايوه بالظبط. بالظبط. ده صح جدا. فالحمد لله اللي انا مش حاسس، فاهم؟ عشان ده اللي بيخليك عارف تكمل بنفس الحماس اللي كنت بيه. بالظبط. انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه جعان شغل. ادوني شغل هشتغل 24 ساعه، فتمام. اوكي. انت بتبقى في قمه سعادتك في الوقت اللي انا فيه قاعد بشتغل وبطلع شغل حلو، الشغل ده بيتأبرف وبشوفه مثلا على بيلبورد او على دي بالنسبه لك هي دي السعاده. بالظبط. يعني لسه كنت عامل حاجه لكلاينت ما، والحاجه ديت هو انا كنت الكرياتيف فيها، وانا اللي جبت الحاجه، وهي كانت متحركه بس انا زودت عليها حاجات ونزلت تلفزيون. حلو قوي. يعني اشتغلت كمان حاجات نزلت على التلفزيون مش بس بالبوردز وحاجات زي كده. بالظبط. ده قصدي بقى في حته الادراك ان انت لازم تبقى مدرك المشوار برضه، اللي هو اصلا يعني انا ساعتها لما جه كنت قاعد بتعشى فعندي ياسين ابني ربنا يخليه. ف ياسين عنده قد ايه؟ 5 سنين ونص. ده وش خير ده؟ لا هي وش الخير عليا. رقية. اوكي. رقية عندها دلوقتي 2.5 سنين. ياسين لما يكبر ويشوف الكلام ده هيزعل قوي، خلي بالك. لا رقية 3. اوكي. رقية 3 سنين وياسين 5 سنين ونص. اوكي. لان هي قبل ما تتولد بحوالي كام شهر كده كنت انا اتنقلت على وشها. جاب رزقها. ربنا يخليها. فالحمد لله يعني ربنا كرمني في كل حاجه بصراحه. يعني انا عاده كنت اسالك ايه الصفه اللي في منصور كشخص خليته يعمل كل اللي هو عمله. هقول لك وجهه نظري وقول لي برضه. انا شايف ان الصفه هي اللي انت كنت بتقوله من شويه، ان انت مش مدرك او مش حاسس بنفسك بشكل مبالغ فيه فعارف تكمل. انت بتحس ان في صفات تانية بالنسبه لك هي دي لو عند حد هيعرف يعمل زي ما انا عملت. يعني انا دلوقتي بشوفك وعايز اعمل زيك، ايه الخطوات اللي انا اخدها؟ يكون عندك دافع للموضوع ده. دافع. يعني انا الدافع بتاعي كنت عايز اكمل تعليمي بس ما حصلش نصيب. وعشان اكمل تعليمي هو عايز بقى انا هخش هندسه، فانا عايز اقعد اذاكر مش عايز اشتغل. بس حصلت ظروف فكان لازم ان انا اشتغل. بس فهو ده كان الدافع بتاعي اللي انا اتعلم. فانت بالنسبه لك قصه الدافع دي هي بالظبط المحرك. بالظبط. يعني انا لو كنت اتعلمت حتى لو كنت دخلت هندسه لو كنت عرفت الكارير دوت ما كنتش اسمع عنه اصلا، كنت ممكن وحبيته كنت همشي فيه زي ما ناس كتير قوي خريجة حاجات كتير مش فنون تطبيقيه ولا فنون جميله ودلوقتي هم ما شاء الله عليهم يعني في الشغلانه. كنت ممكن اخش شغلانه كان زماني دلوقتي حاجه كبيره جدا في الشغلانه. انت حاجه كبيره جدا مبدئيا. وكان زماني هبقى معروف جدا زي ناس كتير معروفه واساميها بترن في مصر كلها وشغلها مميز ومعروف. بس يعني هو ده النصيب. هو ايه اللي حصل وليه انا ابتديت من الوقت المتاخر ده؟ دي حاجه ترتيبات بتاعت ربنا ما حدش يعرفها. كل ده حاجات في علم الغيب. هل انا هوصل اللي انا عايزه ولا مش هوصل اللي انا عايزه؟ انا شايف بصراحه من كلامك انه هي قصه الدافع دي، بس اللي حصل بالنسبه لي دلوقتي ان اللي انت عملته ده بالنسبه لي قصه دراميه وملهمه اكتر بكتير. وانا اتكلمت معاك في ده كذا مره انه انا بشوفك بالنسبه لي مشوارك اطول بكتير، وعشان هو اطول واصعب
النجاح فيه طعمه احلى بكتير. فاهم قصدي؟ ان انت ما دخلتش هندسه، بس انت النهارده الحته اللي انت فيها دي، انت الناس بتدخل كليات سنين وتطلع يا رب عدي بس. فاهم قصدي؟ فمانس جه وعملها اهو من غير اي بقى حاجه من الحاجات اللي انتوا فاكرينها لازم تبقى موجوده، عشان الحاجتين اللي بجد لازم يبقوا موجودين هم اللي انت بتقولهم، اللي هو ان انا عندي دافع وان انا عايز ابقى في حته احسن. فاهم قصدي؟ انا بالنسبه لي انت كنت بتقول على الصفه، فاحنا اتفقنا ان الصفه بالنسبه لك هي ان هو لو حد عنده دافع هيعرف يعمل اللي منصور عمله، صح؟ طيب خليني اسالك عن اكتر صفه بقى انت مش بتحبها في منصور. تقول لي كده منصور ليه الحته دي؟ العصبيه. عصبيه. يعني انا بصراحه نفسي ابطل الحته دي قوي، عشان انا عصبي فوق ما تتخيل. اوكي. على نفسك ولا في الشغل ولا في البيت؟ لا في الشغل لا. أوكي. يعني بحاول انا ما لا وعشان كل الناس بتحبني نفضل الموضوع ماشي بسلاسه. انما انا لو قابلتني اي حاجه بره ببقى شخص تاني خالص. اوكي. فنفسي بصراحه ابطل العصبيه والاندفاع. اوكي. طب انت بيجيلك لحظات بتشك في منصور، بتشك في هل انا استاهل المكان اللي انا وصلت له ده ولا لا، وهل ايه اللي بتقوله لنفسك ساعتها؟ هو ده طبيعي يعني. هو في الشغلانه الاحساس ده بيجي لاي حد طبيعي. هو انا اللي انا عملته صح ولا لا، شكله حلو ولا لا، فكل ده طبيعي. كل ده حاجات مريت بيها وبمر بيها، وبتضايق جدا لما اعمل بريف وما يتقبرفش. فبتضايق جدا، اللي هو طب ليه؟ انا تعبت وسهرت ليه ما يتقبرفش؟ فدي بتبقى لحظه بتشككك في نفسك شويه. بالظبط. ان يعني البريف لما بيخش لي انا بعامله اكنها بعمل حاجه لنفسي. ايوه. ليه؟ عشان اراعي ضميري في شغلي. انا شفت ده بصراحه. اراعي ضميري في شغلي واعمل اللي ربنا قدرنا عليه. اوكي. ان كده يعني انا باخد فلوس من ورا الحاجه دي، فمش عايز ادخل على بيتي فلوس انا ما استاهلهاش. وبشتغل اكتر من طاقتي. ده واضح، وده من قبل اي حاجه. يعني انت لو ما كنتش بتشتغل اكتر من طاقتك ما كنتش هتبقى هنا. بالظبط. فاهم قصدي؟ وبالي طويل جدا في الشغل. اوكي. اعمل كذا. ده عكس ان انت عصبي في الحياه. ليه؟ عشان عايز اوصل في حته معينه. فانت مش هينفع خالص تتعامل باسلوب لا ومش لا، مش هينفع. انت كده ما حققتش اي حاجه، والكيرف بتاعك هينزل لتحت. ده راجع تاني اللي انت كنت بتقوله في موضوع الدافع. بالظبط. ان عشان انا عارف انا عايز اوصل لايه وعايز اعمله، فحتى لو عندي صفه او عيب انا بعاني منه في الحياه، انا مش هعمل ده في الشغل. بالظبط. انت كمنصور كنت بتقول لي قبل ما نصور انه انت في ناس كتير حواليك وبتحتك بناس كتير وفي دوائر مختلفه كتير حواليك. ايه الحاجه اللي انت بتبقى عايز تطلبها من كل الناس اللي حواليك، او بتحس ان هي لو في الناس اللي حواليها هتبقى الحياه ايه اريح شويه؟ اللي هو نبقى بص، عامه هو انا ما قابلتش حد في الكارير بتاعي بصراحه. يعني في الناس اللي انا بتعامل معاهم هي الناس كلها بتديني تشجيع وثقه وبرافو الكلام ده كله، والناس بتساعدني بصراحه. بره يعني يا جماعه حبوا الخير لبعض، عشان هي الدنيا يعني النهارده عايشين مش عارف بكره ممكن نروح فين يعني. بالراحه على نفسكم شويه يعني. فانت حاسس ان الناس لو ادت لنفسها بس مساحه ان هم يحبوا الخير لبعض، ده هيخلي الدنيا اسهل. بالظبط. الناس بقى اللي حواليك دي او اقرب الناس ليك، صحابك بقى ايا كان، اقرب دوائر لمنصور، ايه الثلاث صفات اللي انت بتحس ان هم لو في البني ادم ده معايا، ده دخله الدايره بتاعتي؟ يعني يكون بيحب الخير لغيره ونضيف كده من جواه وهادي، ولما تيجي تسأله على حاجة تاخد رأيه، يكون فاهم جدا في الحياة. اوكي. ان انت ممكن تسأل حد انت واثق فيه
بس هو ما عندوش خبره في الحياه. أيوة. فممكن يلبسك في حيطه فتاخد برايه فتعمل كده فتلبس في الحيطه. فعنده خبره وصادق وبيحب الخير لغيره. بالظبط. انت موضوع بيحب الخير لغيره ده اتكلمت عليه كذا مره. مش هضغطك مش هضغطك، بس هل ده عشان ده شيء مفقود بالنسبه للدوائر بشكل ما؟ مش بتكلم على الشغل، بتكلم على الحياه في المطلق. انت بتحس ده مش موجود، فدي الحاجه اللي انت حاسس ان هي لو موجوده الدنيا هتبقى بالنسبه لمنصور وبالنسبه للناس في المطلق اهدى. بالظبط. صح كده؟ طيب انا سالتك ايه اكتر حاجه مش بتحبها في نفسك، وقلت لي العصبيه والتسرع. ايه بقى اكتر حاجه منصور بيحبها في نفسه؟ لو تبص كده لنفسك في المرايه تحس انت جدع. يعني في المطلق ايه اول حاجه جت في بالك؟ اولا انا ما بحبش ابص على نفسي في المرايه. اوكي. ده اولا. ثانيا ما بحبش، يعني انا ما عنديش صور، ما بحبش اتصور. اوكي. اصلا يعني الصوره حاططها على الفيسبوك، الصوره دي حرفيا بقى لها 10 سنين. اوكي. فما بتصورش، ما بحبش اتصور. اوكي. بحب بقى ايه في حياتي؟ صفه في شخصيتك. ممكن ابقى نايم الساعه 5 الفجر مثلا، اصحى 7 وتقضي يومك وتشتغل بالظبط. اقوم وانزل وافطر واقعد على القهوه واشرب شاي وقهوه، واروح بقى المكتب بدري جدا واقعد اشتغل. ده احلى وقت انا بعيش في حياتي. الشغل الاجتهاد. بالظبط. انما بقى اروح بقى الشغل متاخر لا. بحس اليوم اتقفل كده، انا اليوم بتاعي مقفول في بلوك، مش هشتغل، مش هعرف ومش هعرف اطلع شغل. فانت اكتر حاجه بتحبها في نفسك هي صفه الاجتهاد دي. بالظبط. وهي اللي بالنسبه لك، ولما احنا سالناك من شويه كنت بتقولي هي اللي وصلتنا للحته اللي احنا فيها النهارده. بالظبط. وهي صفه صعبه قوي تتواجد في حد بالدرجه دي. وانا زي ما قلت لك لازم يكون عندك دافع. هو ايه اللي بيحركك؟ ان انا كمنصور اللي بيحركني اللي انا كان نفسي اتعلم وما حصلش نصيب، فادوس بقى في الحته دي. فاتعب بقى. يعني ال4 سنين او ال5 سنين بتوع الجامعه اللي انا كنت هخشها مثلا، طب ما اتعبهم بقى دلوقتي واشوف ايه النتيجه. الفكره بس يا مهندس ان في ناس عندها فرص اكبر بكتير من اللي جات لك، وبيحط نفسه في عقليه انه انا الدنيا ملطشه والدنيا مش جايه معايا ومش عايزه تظبط. فاهم قصدي؟ فبحس ان اللي انت بتقوله ده انا بالنسبه لي خلاني احس انه لا، هو انت هي كلها هنا. انا لو اقنعت نفسي ان انا ما عنديش وان مفيش فرصه هفضل محبوس في ده. انت في الوقت اللي انت بدات فيه ان انت بتروح الشركه الصبح تخلص شغلك من 10 ل6، انت شغال في FP7 10 سنين اوفيس بوي، من بعد 6 كل يوم سنتين انا بشتغل وبعلم نفسي جرافيك ديزاين. ما هو هنا مفيش فرصه، وانت هنا انت اللي عملتها. فاهم قصدي؟ يعني كرم ربنا طبعا، وان الشركه فتحت لك الباب ده شيء عظيم، بس دي فرصه انت اللي رحت لها. فاهم قصدي؟ وما كانش في قبلك حد مثلا عملها فانت حسيت ده عملها عايز اعمل زيه. هو ده طريق ما كانش سالك وانت اللي سلكته. ويمكن هي الصفه اللي انت بتقولها فعلا، هي قصه الاجتهاد دي. طب عايز اسالك على مقوله او جمله او نصيحه او ايا كان اتقالت لك او قريتها او سمعتها او ايا كان، ومن ساعتها معلقه في دماغك، اللي هو غيرت حاجه في منصور كده. هل في حد في الشركه مثلا قال لك حاجه افتكرتها من ساعتها؟ والله يعني في حد قال لي لو انت عايز توصل لحاجه هتوصل لها. اوكي. واتعب واجتهد ان شاء الله ربنا يكرمك يعني. بس ده قبل قبل النقله وقبل الكلام ده. وبعدين كمان اللي شجعني اكتر كمان الناس اللي وقفت جنبي، اللي انا ما بحبش اصغر حد وقف معايا، فانا لازم ارفع راسك عشان خاطر اللي وقف معايا ده. فهو ده فعلا اللي انا عملته. يعني انت ما بحبش حد يحط ثقه فيا واكسفه يعني. ايوه فاهم. يعني انا حاسس من اللي انت بتقوله الحاجه اللي اتقالت لك، واعتقد انت بعد كده بقيت مثال حي للكلمه دي، هي قصه انه انت لو عايز توصل لحاجه هتوصل لها بالظبط. عايز تعمل حاجه هتعملها. وبعدين كمان التحدي الاكبر اللي قابلني لما اتنقلت هو بقى التحدي اكبر.
ليه؟ عشان الناس زي ما بقول لك حطوا ثقه فيا، فانا لو ما عملتش انتاج كشغل هو انا هرجع اوفيس بوي تاني، فمش هينفع، الموضوع يبقى صعب جدا، وما اعرفش ساعتها هو انا بيني وبين نفسي هعمل ايه، عشان الفرصه جات لي، هو انا ما عملتهاش، انت اتنقلت بقى خلاص رسمي، فانت لازم تتعب اكتر من اللي انت تعبته عشان تثبت نفسك، والحمد لله هو ده اللي انا عملته. المسؤوليه زادت مش قلت، او الاجتهاد زاد ما قلش بعد ما اتنقلت ان انا بقيت رسميا جرافيك ديزاينر في اف بي 7. بالظبط. مش ان انا كنت بشتغل في اف بي 7 اوفيس بوي وبالليل بعلم نفسي جرافيك ديزاين. بالظبط. بس انا حاسس ان انت كنت قد هذه المسؤوليه، هل انت مدرك ده؟ ممكن بينك وبين نفسك ما تكونش قد المسؤوليه. لو خليت الموضوع بقى سهل، يعني خلاص انا اتنقلت بقى واقعد بقى وانفخ نفسي، مش هتعمل اي حاجه. ايوه بالعكس، هتقعد سنه 2 مش هتنتج اي حاجه. ايوه. وانت لو انت مش بتنتج حاجه، مش هنبقى قاعدين بنتكلم دلوقتي ان انت داخل على 4 سنين في المكان ده. بالظبط. وده مش مكان صغير عشان يخلي حد عنده، مش في مصلحه الشركه انه يبقى عنده. بالظبط. فاهم قصدي؟ فده بالنسبه لي شيء مبهر بصراحه. انا عارف انت ما بتحبش تتصور، بس هسالك سؤال. لو انا ما اعرفش منصور خالص وهنعمل متحف لمنصور، هحط في المتحف ده 5 صور بس، انا لو دخلتهم هعرف منصور. ايه ال5 صور اللي تحطهم ان انا اعرف رحلتك في 5 صور؟ مش عارف بصراحه. يعني بالنسبه لي ايه المحطات؟ تعال نفكر فيها كده. ايه المحطات اللي انت، او ال5 محطات اللي انت لو حد شافهم هيعرف القصه بتاعتك؟ كنا فين 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 فين؟ المراحل اللي مريت بيها يعني. اوكي. من المدرسه بقى بعد كده استيوار، اوكي، بعد كده عامل نظافه، اوكي، اوفيس بوي، جرافيك ديزاين. حاليا بقى انا شايف ان ده متحف انا يعني ادفع فلوس عشان ادخله بصراحه. مش قوي كده يعني. لا انت بس مش مدرك يا منصور. والله يعني انا بجد، يعني انت ال5 كلمات اللي انت قلتهم ورا بعض دول، دي بالنسبه لي بالحلقه دي رحله لوحدها. انا بالنسبه لي بجد والله مش ببالغ، هو انا مش حاسس ان انا عملت اي حاجه، عشان انا لسه ما وصلتش لان انا عايزه، وبصراحه يعني طمعان في كرم ربنا اللي انا اوصل للي انا عايزه. انا بحس برضو ان القصه دي قصتك انت مع نفسك، حتى بتخلي علاقتك بربنا وايمانك اقوى بكتير، لانه انت بتتكلم ان انت من قبلها باسبوعين انا خلاص انا مش عايز اكمل وانا مش عارف ايه، ثم انا بشتغل في شركه من اكبر شركات الاعلانات في مصر، بشتغل في اف بي 7 جرافيك ديزاينر رسميا في المكان اللي انا بقالي 10 سنين بحرت فيه. دي حاجه تخليك تصدق قوي في اللي انت بتقوله. يعني عشان كده عارف انت بتقول ده هو طالع من جوه قوي، اللي هو انا طمعان في كرم ربنا، هي دي فعلا. يعني بالزبط. خليني برضه اسالك، انا بحب اعرف اجابتك انت الصراحه على ده قوي برضه، لانه سؤال بالنسبه لي انا بعرف منه الشخص شويه. انت لو العالم كله هيسمع منصور هتقول له حاجه واحده بس، هتقول لهم ايه؟ عيد السؤال تاني. تعال نفترض ان العالم كله هيشوف الحلقه دي، فعايزين رساله من منصور الى العالم كله. والله لو حد عايز ياخد خطوه في حياته ياخدها ويرمي حموله على الله، ويكون عنده يقين ان ربنا هيكرمه. طالما عندك يقين ومتاكد تفائلوا بالخير تجدوه طبعا، فربنا اللي قال كده يا جماعه. وتجتهد على نفسك وتعمل اللي عليك، وربنا يعني مطلع وشايف انت بتعمل ايه. والله ليك نصيب ربنا هيديك اللي انت عايزه، مالكش نصيب برضه الحمد لله، وده كرم ربنا. يمكن انا لو ما اتنقلتش النقله ديت، هو ربنا شايف اللي ديت مش احسن حاجه ليا، فخلاص فانا تمام مش متضايق. ربنا كرمني وبقى كرم منه الحمد لله، هو شايف اللي ده هيبقى طريقي وفي الخير والمصلحه ليا. غير كده ما فيش حل تاني. انت انسان عظيم يا منصور، ربنا يخليك والله. ربنا يخليك. وانت عارف انا بقول لك ده من بدري قوي يعني. بس خليني طب في الاخر اسالك سؤالين. اول حاجه، انت حاسس بعد عمر طويل تحب الناس تفتكر منصور بايه؟
لما تيجي سيره مانس كده يقولوا ايه؟ باي حاجه خير يعني. انا شايف ان اللي انت بتعمله دلوقتي ده دي حاجه الناس هتفتكر بيها ان الراجل ده مش بس عمل حاجه مش اي حد يقدر يعملها، هو عملها وكان عنده من الشجاعه ان هو يجي يتكلم معانا فيها عشان الناس تشوفها وتحس ده انا ممكن انا كمان اعمل كده. يعني حكيت لك قبل كده على منى القيعي ان هي بتكتب اغاني. انا لو ما كانتش منى القيعي عملت اللي هي عملته كنتش هعرف انا يبقى عندي الجرأة ان انا اعمل اللي انا عملته. فانا متاكد ان بعد الحلقه دي في ناس كتير هتحس انه في امل في اللي هم بيحاولوا يعملوه. بالظبط. فاهم قصدي؟ اتمنى يبقى عندهم نفس الاجتهاد اللي عندك بقى عشان يعرفوا يحققوه يعني. بس انا متاكد ان في ناس كتير قوي هتشوف ده وهتفتكرك بالخير اللي انت بتعمله اوريدي، اللي انت عمال. يعني انا بحس ان الانسان لما بيساعد نفسه بيساعد الناس حتى من غير ما يحس. فاللي انت بتعمله ده كله انت بترسم طريق كده ما كانش موجود قبل ما انت تيجي، ففي ناس هتمشي فيه. فحتى لو انت مش مدرك ده انا بشكرك بالنيابه عن الناس دي كلها ان انت بني ادم عظيم قبل اي حاجه، وديزاينر شاطر بشكل غير عادي. انا عارف ده متاكد منه وانت عارف ده متاكد منه برضه. فاتمنى بس تبقى فخور بنفسك. مش هقول لك يا عم اتنفخ ومش عارف ايه، بس اتمنى يبقى عندك بس فخر بنفسك. لانه هرجع تاني للسؤال بتاع ال5 صور دي، رحله تستحق ان هي تعمل لها متحف بجد، مش اللي هو لو هنعمل متحف. فاهم قصدي؟ والله بص، يعني انا بنسب بجد والله مش ببالغ، هو انا بنسب اللي انا فيه دوت اولا للناس لاف بي 7 والناس اللي وقفت جنبي. هو لحد دلوقتي في نفس الناس، في تشجيع وفي تقدير، واللي انا عايزه بيتعمل. فده اكتر حاجه مداني دافع، هو علاء بيعملني كويس وبينفذ لي حاجات انا عايزها. فلازما ابقى قدام علاء حاجه كبيره. فالناس واف بي 7 هم اللي عاملين معايا كده. ان لو مفيش اهتمام خلاص اديني مرمي ومش عاوز اوصل لحاجه، وباجي اشتغل الساعتين 3 وبمشي وخلاص. لو ما تستاهلش ده مش تاخده. يعني اتمنى تبقى عارف ده. انا مؤمن تماما ان ربنا بيدي كل واحد حقه بالظبط، وانه الفرصه اللي بتجيلك دي ما دام جات لك تبقى حقك. بالظبط. فاهم قصدي؟ شكرا اف بي 7 وكل هذا الكلام، بس شكرا ليك انت ان انت كنت قدها في كل مره. وان انت لما قلت لنفسك انا هقعد واتعلم ده، انت مش اتعلمت ده، انت بقيت من اشطر الناس في مصر في ده. ولو انت مش من اشطر الناس في مصر في ده، لا انا بتكلم انا حر. انت لو مش من اشطر الناس في مصر في ده، مش هتبقى بتشتغل في اف بي 7. فاهم قصدي؟ فاتمنى تبقى مدرك ده يعني. عايز اشكرك تاني، وعايزك تقول لي احساسك ايه، حاسس ايه النهارده من النقاش ده؟ والله بس هو انا متضايق يعني انا ما بحبش تصوير، ما بحبش فيديو بقى والكلام ده بصراحه. بس انا وانا جاي كنت خايف جدا بصراحه. اوكي. بس لما قعدت وابتديت اتكلم فالموضوع بقى عادي وفري يعني. حلو قوي. الموضوع عادي بالنسبه لي. انا مبسوط ان انت جيت يا منصور. الله العظيم ربنا يخليك عليا. وانا ما قلتش ده لحد، بس انت لما جيت قلت لي قبل كده من زمان، يمكن من اكتر من سنه، ان انا عايز اتكلم. ده كان احد اسباب ان انا تجيلي فكره هذا البرنامج. فكانت هتبقى عزيزه عليا قوي لو انا عملته وانت ما جيتش. هو انا كنت عارف اللي انت كنت باني البرنامج ده على فكرتي او قصتي وانا لازم اطلع معاك. بس انا لما انت كلمتني وقلت لا، هو ما كانش لا رفض تام، بس انا كنت مقلق من حته ان في ناس ممكن تفتكر اللي انا بقوله ده هو منصور ده عايز ياخد الاتجاه في حته عاطفيه. ايوه. فالناس تتعاطف معاه. انا مش عايز اتعاطف معاه يعني. فاهم. ومش مش عايز شهره خالص. فاهم. ما بفكرش يعني. احنا اتكلمنا في ده، وانت يعني اللي احنا اتفقنا عليه احنا الاثنين، ان احنا الاثنين جايين نقعد هنا عشان لو حد زي ما في الحته اللي مانس كان فيها من 10 سنين، حلقه زي دي هتاثر عليه مسافه. بالظبط. وده بالظبط اللي احنا جينا عشانه، وده اللي انا اعتقد اي حد هيشوف الحلقه دي هيحس بيه.
بالظبط. بس نورتني يا منصور. وهسألك سؤال في الآخر ومفيش أي إجبار على الإجابة عليه. في حد تحب تسمع إجاباته على الأسئلة دي؟ عايز حد يجي يقعد القعدة دي تشوف حلقة ليه؟ حد يمكن عنده قصة، حد أنت حاسس عايز أسمعه؟ مش عايز تسمع زياد السماح يعني؟ نسمع زياد يا عم السماح. نسمع. ماشي. لو حد اتبسط يعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس وكل الحاجات دي، وخشوا شوفوا شغل منصور. هنحط لكم برده لينكات البروفايلز بتاعته وبس، ونشوفكم في حلقة تانية عشان نعرف مين معايا.